السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مع بعض النهاردة على ملف الصفقات، لأن أنا عارف إن في ناس كتير جدا منكم بيتابعوا صفقات الانتقالات، سواء صفقات الزمالك أو صفقات الأهلي، وكلام كتير بتسمعوه، في البعض منه بيكون كلام حقيقي والبعض الآخر بيكون مجرد اجتهادات. خلينا نتفق مع بعض على إن إحنا على مدار الأيام اللي جاية بمشيئة الله هنعمل سلسلة حلقات كلها هنتكلم فيها على الصفقات اللي ممكن يكون الأهلي والزمالك بيفكروا فيهم. وخلينا نبدأ بالزمالك، لأن الفترة اللي فاتت دي سببين هو اللي خلاني هبدأ بالزمالك. السبب الأولاني هو إن الفترة اللي فاتت دي بيطرح أسماء كتيرة جدا جدا، لدرجة إن خلت جماهير نادي الزمالك في حيرة وما هياش عارفة مين اللي ممكن يكون صح ومين اللي ممكن يكون غلط. السبب الثاني إن الأهلي لن يزيد في صفقاته الصيفية في هذا الموسم عن 3 صفقات فقط لا غير، وهقول لكم في حلقات بعد كده ممكن تكون هي مين الصفقات دي ومين اللعيبة اللي هتطلع على سبيل الإعارة ويتم الاستغناء عنها. ندخل في موضوع الحلقة على طول، وهي صفقات الزمالك. مين اللي ممكن يكون في اللاعبين المحليين وقع بالفعل والزمالك تعاقد معاه؟ أول حاجة لاعب نادي الترسانة، الظهير الأيسر نادي الترسانة، اللاعب يسر وحيد، ده وقع لمدة 4 سنوات وخلاص بقت صفقة موجودة وصفقة قائمة بالفعل مع نادي الزمالك. الصفقة الثانية هو محمود حمادة، لاعب نادي فاركو، وقع بالفعل للزمالك. والخلاف في إيه؟ وقع 3 سنوات. الخلاف اللي موجود إن إدارة نادي فاركو ترغب في الحصول على خدمات عواد حارس مرمى نادي الزمالك، ومحمد عواد رافض الدخول كصفقة تبادلية. إذا اللاعب موقع بالفعل، ولكن المشكلة الأساسية اللي موجودة دلوقتي، هل إذا استمر رفض عواد إنه يدخل في صفقة محمود حمادة كصفقة تبادلية وعليها مبلغ من المال هتبقى مشكلة، واللاعب ممكن ما يتممش إجراءات انتقاله إلى نادي الزمالك، ولا ممكن نادي فاركو يستغنى عن ده ويخليها صفقات يعني بالفلوس وما يبقاش فيها صفقة تبادلية، لأن الزمالك قرر بشكل نهائي في كل الأحوال حتى لو ما دخلش عواد في صفقة محمود حمادة هيتم على الأقل إعارته، لأن عقد عواد عقد كبير جدا وكان موقع للزمالك لمدة 5 مواسم، وبإجمالي التعاقد بتاعه 40 مليون جنيه، فطبعا الرقم كبير وكبير جدا كمان في ظل الأزمة اللي بيعاني منها نادي الزمالك. طيب الصفقة الثالثة اللي كان بيدور كلام كتير قوي وموجود عن أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي. كلكم عارفين إن أيمن أشرف هيكون لاعب فري بنهاية هذا الموسم، وكان أوسوريو اتكلم قبل كده المدير الفني نادي الزمالك وقال إنه محتاج مدافع يكون بيلعب بالقدم اليسرى، والبعض رشح له أيمن أشرف. بمنتهى البساطة أيمن أشرف رفض بشكل كامل الانضمام لنادي الزمالك، عشان لو سمعت الفترة اللي جاية ان في كلام على ان هو وقع، ايمن اشرف اتعرض عليه بالفعل من مسؤولين نادي الزمالك ان هو ينضم لنادي الزمالك بدايه من الموسم القادم، لكنه رفض وهو اقرب انه ينضم لنادي البنك الاهلي. طيب بالنسبه للصفقات الاجانب، هل تم الاستقرار على اسماء؟ خليني اقول لك بمنتهى الصراحه، كل الاسماء اللي بتسمعها في كل المواقع اللي موجوده والمقالات الصحفيه والاعلاميه كلها مجرد اجتهادات لاصحابها بشكل قاطع ونهائي. حتى الان الزمالك لم يستقر على اسم لاعب اجنبي، مطروح عليه يمكن اكتر من 10 12 لاعب، لكن لغايه دلوقتي مفيش ولا لاعب اجنبي وقع لنادي الزمالك، ولا اداره الزمالك ولجنه الكوره استقرت على انها هتضم لاعب اجنبي. اخر حاجه هكلمك فيها في ملف الصفقات ما يتعلق باشرف بن شرقي، عشان انا عارف ان في ناس كتير جدا ممكن تكون مهتمه بالملف ده، نتيجه لان اشرف صحيح لم يوفق مع نادي الجزيره الاماراتي بالشكل الكامل، لكنه كان موفق مع الزمالك، ويعني طبعا في تواجده مع نادي الزمالك حقق ارقام كويسه جدا والجماهير متعلقه بيه. الازمه اللي موجوده مع اشرف بن شرقي هو لا يمانع في العوده لنادي الزمالك، لكن الازمه موجوده ماديا، والزمالك ما عندوش استعداد انه يدفع لنادي الجزيره الاماراتي مبلغ $1 مليون اللي هو عليه المشكله. فاللي اتطلب بشكل صريح من اشرف بن شرقي انه يتفاوض مع نادي الجزيره الاماراتي ان هم يتنازلوا عن عقده، بحيث ان اشرف بن شرقي لما يرجع مره ثانيه لنادي الزمالك
هيرجع، والفلوس اللي هياخدها ياخدها هو بشكل كامل، مش هياخدها نادي الجزيره الاماراتي. فاذا ما نجح اشرف بن شرقي في انه ينهي تعاقده بالتراضي وبشكل ودي مع نادي الجزيره الاماراتي، هتشوفوه موجود في نادي الزمالك الموسم القادم. لكن اذا لم ينجح في ده فلن يعود اشرف بن شرقي الى الزمالك، لان الزمالك لا يوجد لديه امكانيات ان هو يدفع فلوس نادي الجزيره الاماراتي بخلاف قيمه عقد اشرف بن شرقي. ده كان يعني اخبار سريعه وكلام سريع عن ملف الصفقات، وان شاء الله زي ما قلت لكم في مقدمه الحلقه هيكون في كلام كتير هنتكلموا مع بعض عن الصفقات الحلقات اللي جايه. اشوفكم على خير.